بالنسبه ليا كمنصف العجيمي فهمتني، ما تمتش اقالتي، تم فهمتني نقلتي من مدير عام لحتى تدخل ديوان السيد الوزير، وهذا فهمتي برغبه مع عند السيد الوزير فهمتي اللي قدرت عليه ضغوطات من اطراف معروفه فهمتني اريين فهمتي متطرفين في اليسار وكل ما نجحوش في الانتخابات، ما نجموا يجيبوا حتى صوت، والشعب التونسي ما اختارهمش. عملوا حمله عليها في قصرين وفي تالا فهمتي، وكتبوا في الجرايد وهذوما ناس فاشلين في السياسه نتاعهم، ومعروفين كانوا يمدوا بالتقارير في وزاره الداخليه من قبل، وحبوا يلعبوا لعبه معناتها باش يطيحوا المؤسسه الامنيه. ما نجموش فهمتي يقول لك البلاد تدخل بعضها، لا انا كنت راجل وكلمت العوان وقلت لهم اللي يحب الوطن ويحب منصف العجيمي يخدم على روحه وفهمتي ويدافع على الوطن، ماهوش يخدم مع منصف العجيمي ولا يخدم مع وزير فلاني. ضغوطات كثرت على السيد الوزير ولا كثرت على الحكومه والرئاسه وكل وقت اللي مشاو القصرين قالوا لهم كشفي منصف العجيمي في حال صراحه. وانا ناكد ونعاود عمري ما كنت موضوع شك في الاتهامات اللي قالها الكل، ولا بروفوني معناتها وبالتحقيق وبالادله وكل فهمتي اللي يحكيوا على الهويد. نهار 8 ونهار 9 انا في سوسه نهار كنت مشرف عام على مقابله النجم الساحلي والترجي الرياضي، مقابله انتهت 5-1 وصار ما صار فيها المقابله دي، وتحت اشرافي وبحكم خبرتي تم السيطره عليها فهمتي، وهزيتها لبر الامان. ورغم ما صار بعد في حي الرياض تم فهمتي حمايه العباد وحمايه فهمتي الارواح وحمايه الاعراض نتاع الناس اللي كانوا الناس فهمتي ياسر عباد كانوا مش يسوقوها سوسه ليلتها، وتم السيطره عليها. بعد كملت الخدمه بتاعي اتصل بي عرفي قال لي فهمتي لنو في الليل بعد 11 تاع الليل، قال لي خلي مش تمشي راهو ثم في تالا ثم 5 ارواح ماتوا، وراهو المشرف العام غادي في تالا، قال لي راهو ما نجمش يروح وعنده تهديدات تمشي باش طريقه الامور. مشيت ما دخلتش القصرين جمله، تعديت ديريكت لتالا، تعديت لي 10 ولي 11 اللي ماتوا فيها برشا عباد في كامل الجمهوريه، وعندي انا ما مات حتى حد، وحفظت الارواح وحفظت الاعراض تاع العباد. لو 12 جاتني تعليمات باش ننسحب من تالا بصحبه العوام